صراحة نحن بحاجة إلى الكثير من هذه المبادرات من أجل الوصول إلى هيكلية أو مرجعية سياسية من أجل المناطق شمال شرق سوريا. نحن مع أي مبادرة تكون تابعة أو لها فائدة كبيرة من أجل مناطق شمال شرق سوريا. نحن نعيش حاليا نعيش في مناطق مستقرة لا يوجد فيها أي مشاكل أو أي أمور تستوجب علينا الانطلاق منها. نحن مع أي مبادرة شبابية، مع أي مبادرة تابعة تكون في مصلحة الشعب وتكون فيه جميع أفراد الشعب. نعم، الحضور أكاديميين وسياسيين ومثقفين من جميع الشرائح الموجودة حتى الوصول إلى هيكلية سياسية أو مرجعية سياسية، أو نستطيع أن نصل بعض من آرائنا وأفكارنا إلى المناطق الموجودة في شمال شرق سوريا من أجل الوصول إلى هيكلية تكون في الأيام القادمة تكون مرجعية، تكون تابعة مساندة للمناطق شمال شرق سوريا. نعم، المناطق الموجودة في شمال شرق سوريا يجب أن تنظر إليها الحكومة المؤقتة بأنها مناطق لا يوجد فيها أي مشاكل من جميع النواحي، لأنها أكثر من 15 سنة أو أكثر نحن في ظل الإدارة الذاتية لا يوجد هناك أي مشاكل كانت، سواء كانت بحضور القامات أو نستطيع أن نقول من جميع الجوانب، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو عسكرية. نحن نعيش في مناطق تقريبا نقدر نقول عنها مستقرة نفسيا.